سلاما طيبا عليكم. يا هلا والله بالعودة يا جماعة. أنا حاسة إن أنا غايبة بقالي كتير أوي أوي أوي، بس عذرا لأن في ضغوطات كده بتبقى خارجة عن إرادتنا، بس الحمد لله. وحشتوني جدا جدا جدا، ومعانا حلقتنا النهاردة هتكون حلقة نفسية شوية. جهّزوا مشروبكم المفضل اللي اتعودنا عليه في الحلقات الكتيرة أوي، أوي، أوي اللي فاتت، واللي ما سمعش حلقة منهم أتمنى يرجع يسمعها، وخلّينا نبدأ في موضوع حلقتنا النهارده. نوركاست. أنت مين؟ وليه موجود في الحياة أصلًا؟ وده كان سؤال بديهي من إنسان مشتت موجود في الحياة العادية، بالرغم من إنه طموح ومبدع والله. وأكيد يقدر يكون إنسان غير عادي في حياة مليانة بالمفاجآت والأحداث الغير عادية برضه، وإن كل إنسان بيشوفه وبيتعامل معاه وبيكتشف قدراته بيقوله إنك هتكون حاجة عظيمة في المستقبل جدا، لكنه ولا مرة حس بشعور الجملة دي من جواه، ولحد الآن ما شافش معناها الحقيقي قدام عينه، أو بمعنى آخر لسه ما أدركش حقيقة الكوكب والحياة وطبيعة جسمه البشرية اللي عمرها ما كانت عادية تماما، بل بالعكس كانت مبهرة للعقول والإنسان البشري نفسه. ولكن الإنسان ده رغم التشتت اللي عايش جوه أعماق نفسه مش مخليه مدرك قدر التفرد والقوى العظمى والاستثناء اللي موجودين جواه، وده بفضل القدرة الإلهية اللي ربنا سبحانه وتعالى حطاها جوانا وجوه عقولنا، وإننا أعظم خلقه على وجه الأرض. بس الإنسان ده من جواه حاسس إن طاقته وقدرته دي بيتم استنزافها، وإنه مش قادر يتحرك من مكانه ولا حتى يخرج بره باب أوضته ويشوف وجوه الناس ويتعامل معاهم، ولأنه مش قادر يحدد الشعور ده إيه بالظبط فبيحطه تحت مسمى فقدان الشغف للحياة وللنفس، ويبدأ كل اللي حواليه يحسوا إنه متغير كده وإنه دي مش طبيعته اللي اتعودوا عليها، وبيفهموا وقتها إنه بيمر بوقت صعب وإن في حاجة مضايقاه، وفي الوقت ده بيقرروا يسيبوه لحد ما يبقى كويس ويرجعوا له تاني، بيسيبوه لزحمة أفكاره وقلة حيلته يواجه تشتته لوحده في أكتر وقت هو كان محتاجهم فيه، ومش قادر يوصل لهم ده أو حتى يعبر لهم عنه بالشرح. بيفهم أكتر ما بيتكلم، وبيحس أكتر ما بيبان عليه، وفي الحقيقة هو مش تايه أو حتى مشتت، هو واعي بزيادة للأحداث حواليه، عنده حساسية مشاعر، بيحس قوي باللي جواه وكمان بيحس باللي حواليه، ودي نعمة كبيرة قوي قوي على فكرة في الزمن ده، مش نقمة. بس المشاعر دي محتاجة شوية فلترة كده، مش كل إحساس لازم نغرق فيه، ساعات مجرد إننا نلاحظ الإحساس ده ونعديه كده بسرعة، لأن الحياة مش بتقف. كلنا بندور على المعنى مش المظاهر، مش بننبسط بسهولة من الحاجات السطحية. بمعنى إيه؟ يعني مثلا لو حد قالك جملة جميلة في حقك بس انت مش حاسس بصدق العبارة دي أو الجملة دي، بتعديها كأنها ما حصلتش. ليه؟ لأن انت مش بتدور على الاهتمام المزيف اللي بقى موجود حوالينا وظاهر جدا، انت بتدور على الفهم الحقيقي، على الناس اللي فعلا تفهم انك من جواك شخص جميل وعنده قلب كبير قوي، ويستحق انه يكون مرتاح مع ناس بيقدروه من قلوبهم بجد. الإنسان ده سأل نفسه في يوم من الأيام كده وهو قاعد مع نفسه، أنا مين من جوه وإيه هي نوع شخصيتي أصلا؟
في الوقت ده شخصيته كانت حاسة بيه وقالت له: أنت متمرد هادئ بس في نفس الوقت مناضل من جوه. يعني أنت مش بتتحدى الحياة بشكل مباشر، لكن جواك في حد رافض القوالب ورافض التكرار، وحتى رافض الناس اللي بتقول امشي زي ما كل الناس ماشية. طب لو كل الناس دي ماشية غلط تحت نظرية القطيع، ازاي امشي وراهم اصلا؟ وتبدأ تقول لنفسك ان الصح دايما اني امشي زي ما ربنا قال لي، على تعليماته وكتابه وسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، واخلي الاخلاق دي هي اللي تكون سبب في اكتسابي لشخصية المناضل في الحياة حواليا. والشخصية دي بالمناسبة شخصية نور اللي بتتكلم معاكوا دلوقتي، بتعبر عن نفسها بالإبداع لأنها مش بتعرف تعبر بالكلام، بالتفاعل العفوي والقصص والحكايات اللي بتتحكي بأسلوب خاص، حتى أحيانا بالسكوت. دايما اللي حوالين الشخصية دي بيشوفوا النور والروح المميزة اللي بتحاول الشخصية دي تعبر بيها عن نفسها. والإبداع عند الأشخاص دول بيكون نابع من مشاعرهم وتشتت أفكارهم، أو حتى الأحلام اللي عايزة تتحقق بس محبوسة جوه زجاجة العقل، ومش عارفين يحققوها أو يعبروا عنها بالكلام. لما بيتوجعوا بيكتبوا أو بيرسموا أو حتى بيصوروا اللحظات اللي أثرت فيهم، عشان لما يرجعوا ليها يكونوا مبسوطين. ولما بيفرحوا بيحبوا يشاركوا ده بصيغة غير مباشرة أو بصورة غير تقليدية مع الناس حواليه. يعني الشخصية دي بتعبر بالإحساس مش بالحروف. وأحيانا بيعملوا معنى من الفوضى، يعني لو قاعدين في وسط زحمة في ناس كتير بتزهق، لأ، الشخصيات دي بتسرح وأحيانا بتختفي من القعدة فجأة، وده كله بسبب إنها تعمل سيناريو خيالي وحواري من الأحداث اللي حواليها، وإنها تقدر تجمع أكبر قدر من الأحداث في المكان اللي هي موجودة فيه، وتختار الأجمل في الأحداث دي وتعيش معاه في خيالها. وده اسمه الخيال التحليلي، ومش معناه أبدا أبدا إنك بتعدي الحياة كده وخلاص، انت بتشرحها وتحللها بطريقتك المميزة الجميلة. بعد كده شخصية الإنسان ده حاولت تقدم له نصيحة طويلة كده، وقالت له إيه؟ قالت له حياتك هتعيشها مرة واحدة بس، اعمل الخير وما تندمش عليه، حتى لو قدمته لحد ما يستاهلش الخير ده. ما توقفش حياتك عشان حد أو تجربة غصب عنك أثرت فيك وبعدتك عن الناس والحياة، وفقدت فيها التوازن من جواك وحسيت إن العالم كله قاسي ومهلك وظالم. ليه ما تعافرش وتشد حلمك من الحياة؟ ليه ما تبنيش لنفسك الثقة اللي بتتمناها وبتحتاجها، وتكسر الخوف اللي جواك، وإنك فعلا عندك قوة عظيمة جدا، وإنك قادر تعمل المستحيل وتحب نفسك وتقدرها أكتر وأكتر. وده مش أنانية والله، ده تقدير. الحياة الحقيقية أصلها قلبك وروحك، وقليلين قوي اللي هتلاقيهم بيتعاملوا بيهم في حياتك العادية. وعشان توصل للمرحلة دي وتوصل للناس دي بتكون في وسطهم، محتاج تسامح نفسك على كل تقصير عملته في حقها وفي كل مرة جيت عليها فيها. محتاج تسامح البيئة اللي حواليك حتى لو كانت سيئة ولا تطاق، لأنه مش بإيدينا إن احنا اتوجدنا فيها. لازم نشكر الظروف والمواقف اللي كانت مؤلمة وقاسية بس علمتنا حاجات كتير. لازم تسعى وتاخد بالأسباب، مش بس عشان تنجح وتحقق السلام في كل جوانب حياتك، لأ، عشان ده أمر من ربنا عز وجل، وده طاعة وثواب كبير لينا. واجب علينا نحب حياتنا أيا كانت عاملة ازاي، لأنه لما نحبها هنقدر نسامح الظروف والأيام
وساعتها هيكون قلبنا صافي وسعيد جدًا، وجاهز إنه يقدّم ويستقبل ويستمتع بالطاعة والعبادة، والحياة الجميلة الطيبة اللي بيسعى إنه يكون عليها ويتأقلم معاها، سواء في مكانه الحالي اللي عايش فيه مؤقتًا ويكسب محبة ويسيب أثر طيب في اللي حواليه، أو في المكان اللي قرر خلاص إنه هيبدأ فيه حياته الجديدة، وعشان يبدأها صح لازم قبلها يتغير من جواه ويبني إنسان جديد تمامًا. العالم حواليك دايمًا بيحاول يقنعك إن أنت مش كافي، وإنك عشان تكون أحسن وأكتر نجاح وتوصل لأقصى درجات السعادة إنك لازم يكون عندك زيادة في كل حاجة، وإنك محتاج ده وده وده عشان تكون الشخص الجامد جدًا في نظر العالم كله، وإنك شخصية كاملة متكاملة كده. لكن لو ركزنا شوية صغيرين بس هنلاقي إن كل ده بيصب في مصالح الشركات والإنتاج، مش في مصلحتك أنت أو مصلحة حياتك، وإنك أصبحت إنسان مستهلك لدرجة تتخطى مرحلة الأمور العادية، مستهلك لوقتك، مستهلك لحياتك، وكل حاجة، كل حاجة حرفيًا، صحتك النفسية والعقلية والجسدية، كمان بسبب الضغط الكبير اللي حاطّه على أفكارك وأعصابك، وإنك دايمًا عايش في قلق وخوف وتوتر وبتسأل نفسك إيه سبب كل ده، في حين إن الحياة أبسط من كده بكتير والله، والله العظيم. راجع وعيك وأفكارك وإيه اللي خلّانا نوصل لكده، استمع لأفكارك، استمع لثقتك بنفسك وقوتك ومهاراتك اللي أصبحوا مركونين على الرف دلوقتي يا فندم، بسبب سعيك واهتمامك بالمظاهر والاستهلاك، ظنًا منك إنك إنسان بلا قيمة وإنك كنت بتقنع نفسك بكده، وأنت عكس كده تمامًا، إنسان طموح وشغوف بحاجات كتيرة أوي، وعنده شخصيته الرائعة، والإنسان الجميل اللي جواك حرفيًا، أنت حلو بطبيعتك، مش لازم عشان تواكب العالم والمجتمع إنك تغيّر من طبيعتك وتنسى أنت مين في الأساس، خلّي طبيعتك الكويسة زي ما هي، وابدأ طوّرها وحسّنها وغذّيها بالمعلومات المهمة، عشان أنت من جواك تستحق الحياة وتستحق تجازف عشان نفسك. وسلامًا طيبًا عليكم، ونتقابل في الحلقة الجديدة على خير بإذن الله، اللي أنا مش عارفة هي إمتى لسه، بس أتمنى الحلقة دي تكون أثّرت فيكم شوية، وفوّقتنا من التشتت والتوهان اللي كنا فيه كلنا، أغلبنا تايه مع أحداث الحياة ومع أحداث العالم حوالينا، أغلبنا حاطط ضغط على نفسه إنه لازم يحقق أهداف قبل سن معين، وناسي يستمتع باللحظة اللي هو موجود فيها حاليًا، حاطط ضغط على نفسه كبير مش عارفة ليه، بس أتمنى إن كلنا نوصل لدرجة السلام النفسي اللي بنتمنى نوصل ليها، وأتمنى تكون حلقة النهارده نوّرت ولو لمبة واحدة بس في عقلنا، ونتقابل في الحلقة الجديدة على خير بإذن الله.